On a dark desert highway, cool wind in my head. One side of the dust, rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the Christian bell, and I was thinking to myself, this could be happening or this could be hell. There she lit up a candle, and she showed me the way. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Baby, like it anytime I'll be here, anytime I'll be here, you can find me here. Her mind is slipping, twisted. المثل بيقول إن الوز عوام، وهو مثل بينطبق على جودي بنت الفنان أحمد سعد اللي قدرت تلفت انتباه كل الجماهير بعد غنائها في عيد ميلاد شقيقتها علياء. تعال أقول لكم مين هي جودي واللي خطفت قلوب كل الجماهير. أحمد سعد علي سيد الناوي اتولد سنة 81 في القاهرة. ارتبط في بداية حياته من بنت جميلة اسمها لبنى بيومي، وعاشوا قصة حب طويلة انتهت بالجواز في 2006. حياة أحمد ولبنى كانت مستقرة، وأنجب منها جودي في 2007، وبعدها بدأت بينهم الخلافات وانفصلوا عن بعض، وبعد شهور رجعوا لبعض من جديد، واتكرر الموضوع مرتين وانفصلوا عن بعض للأبد. بس أحمد كان بيشوف ولاده باستمرار، وهما كمان كانوا متعلقين بيه. كمان اتحولت علاقته بزوجته السابقة وأم ولاده لعلاقة صداقة، وده عشان خاطر أولادهم. علاقة أحمد سعد بجودي ما كانتش مجرد علاقة أب ببنته، لأن أحمد كان بيعتبرها صديقته ودايما بياخد رأيها في أعماله الفنية وأغانيه، وده اللي خلاها تتعلق بحب الفن والموسيقى. وبالرغم من إن أحمد سعد اتجوز أكتر من مرة زي ريم البارودي وسمية الخشاب، إلا إنه ما تغيرش أبدا مع أولاده، ودايما بعد كل انفصال ليه عن أي زوجة من زوجاته بيحرص دايما على نشر صورة جديدة ليه مع أولاده وكأنه بيستقوى بيهم. الموضوع ده ظهر بشكل واضح بعد ما أنجب بنته الأخيرة علياء من زوجته الأخيرة علياء بسيوني، وحاول يقرب أولاده من بعض، وفعلا نجح في كده. وعلياء كانت فرحتهم الكبيرة ودايما بيودوها. قرر أحمد سعد يحتفل بالعيد ميلاد الأول لبنته علياء، وكان احتفال كبير حضروا شقيقه الفنان عمرو سعد وبعض الفنانين والأصدقاء القريبين منه. واتفاجئنا بجودي بتغني أغنية باللغة الإنجليزية بصوت خطف قلوب كل الموجودين. بعد ما نشر أحمد سعد الأغنية على الانستجرام تصدرت جودي ترند، وكل الجماهير أكدوا لها إنها موهوبة وإن صوتها مؤثر. وبدأنا نعرف شوية معلومات عن جودي، أولها إن عمرها 16 سنة، وهي أقرب إنسانة لقلب والدها الفنان أحمد سعد. كمان بتحب رياضة الفروسية جدا، وظهرت لأول مرة على السوشيال ميديا بعد انفصال أحمد سعد عن سمية الخشاب، لما ظهرت مع والدها لنشر منشور على انستجرام وقتها وقال أنا هعيش لولادي. جودي سعد ما بتحبش السوشيال ميديا وما بتظهرش زي أبناء المشاهير، وحياتها مقتصرة على أصدقائها في المدرسة وعائلتها وبس. في 2010 وجه لها أحمد سعد رسالة في عيد ميلادها ال14 وقال لها فيه: بنتي الحبيبة الغالية جودي، كل سنة وانتي طيبة يا أجمل حب في الدنيا يا أغلى الناس، بحبك يا روح أبوكي، كل سنة وانتي في حضني بتكبري وتحلوي. وبعد ما الجمهور أشاد بصوت جودي سعد، هل هنشوفها مطربة كبيرة زي والدها ولا هتبقى مجرد هواية وبس؟